السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا النهارده هنتكلم بقى عن ماتش السيتي والريال، وهنتكلم برضه عن بقيه دوري الابطال. عندنا الميلان والانتر، والدنيا بقى الدنيا اتدشملت خالص في دوري الابطال. ماشي، هنتكلم احنا دلوقتي عن ماتش السيتي وريال مدريد. ماتش السيتي وريال مدريد، احنا لو نيجي نتفرج على السيتي عمل ماتش جامد جدا وكسر ريال مدريد. وانا جيت قلت لك قبل كده في الفيديو اللي فاتت، هل ريال مدريد هتعرف تنافس منظومه السيتي وهتعرف تنافس خط نص السيتي؟ بص اقول لك حاجه حلوه. انت قلت لا. اقول لك حاجه حلوه. انت قلت لا. اي فرقه تمام هتلاعب السيتي في السنه ديت تمام، او السنتين ثلاثه جايين هيحصل فيها كده واوسخ من كده. اي كانت يعني اي فرقه هتلاعب السيتي على ارضها تمام، وبره برضه ارضها هتشيل كده اهو، وبالذات طبعا لو هي على ارضها. دي حاجه تمام. والحاجه الثانيه بقى، احنا يعني كان عندنا عده مشاكل وغلطات تمام، من اولها انشيلوتي الحاجات الغريبه اللي هو عملها تمام، كلها المدير الفني. دي مشكله تمام، بس ده مش عشان هو وحش، يعني هو مش وحش، لا هو عمل لنا كتير حاجات حلوه في دوري الابطال بالذات. يعني ممكن في الدوري بيعمل مشاكل كتير تمام، وبيخلي برشلونه ياخد الدوري وبيعمل عده حوارات وكده تمام، بس في الشامبيونز ليج بيعمل اللي عليه تمام، في ظل الامكانيات اللي معاه. يعني بس انا ما شفتش لقطه امبارح، ما شفتش فكره، ما شفتش اي حاجه تدل ان الراجل ده اشتغل على الماتش. انا مش شايف غير استسلام لنادي ريال مدريد. بس هو احنا ليه مش شبههم؟ طب يعني احنا يعني السيتي كنا في كذا فيديو قلنا السيتي في حاجتين. اول حاجه اللي هو الامكانيات الفرديه، اللي هو اللعيب يقدر ان هو يظهر بنفسه، يلعب تحت الضغط، يقدر يشغل الكوره، يقدر يعمل اي حاجه. لو في 3 4 انت قلت انا ممكن ان انا اداويه بالخبره، بس انت لو تيجي تتفرج على مودريتش وتيجي تتفرج على كريم بنزيما، انت تحس ان هم نايمين الماتش ده، نايمين خالص. مفيش اللي هو انت مش مركز ان انت تروح تجيب الكوره، ان انت تقطع الكوره، ان انت تعمل اي حاجه. انا بقول لك المنظومه جامده. ما هو اللعيبه زي ما قلنا في حاجتين، اللي في الامكانيات الفرديه ديت، والحاجه الثانيه اللي هو الحفاظ على المنظومه نفسها. المشكله برضه دي انك عندك فينيسيوس وعندك رودريجو، عندهم امكانيات فرديه وسرعات رهيبه. ما احنا الاثنين من احسن خط هجوم في العالم دلوقتي. تمام، واحسن فينيسيوس احسن مهاجم في العالم تمام. بس انا مش عارف محتاج عليهم على طول. ما انا برضو انا مش بلعب ضد ناس مثلا عاديه. لا، وولكر ده احسن باك من احسن الباكات اللي في العالم دلوقتي، خبره وبدني وكل حاجه. ما هو الراجل كان مصاب وبعدين رجع بقى فت ومش عارف ايه وبيلعب دلوقتي والدنيا تمام. واحنا مش هنيجي نقول على منظومه السيتي ان فيها واحد وحش. يا جماعه منظومه السيتي اللي بيبقى موجود في الملعب زي اللي بره بالظبط، ويمكن اللي بره انعم من اللي جوه اصلا. المشكله في اداره الريال، يعني عندك ناس اساسيه زي ما انت قلت، عندك فينيسيوس يجي مكانه ومحدش يجي مكانه، المفروض لازم يتعاقدوا مع اللعيبه. طبعا ما عملوش كده السنه دي. واهم مين احسن مراكز احنا محتاجينها؟ الدفاع. طبعا احنا ما عندناش دفاع. انتوا ما عندكوش بدلاء. ما عندكوش بدلاء صح. انتوا عندكم دفاع لكن ما فيش بدلاء. يعني انت مثلا في دفاع والله. مين دي ساعات يبقى حبه كده وحبه كده. لا فوق كارفاغال ده مصيبه لوحده. بتتكلم عن الباكات. ايوه، خط الدفاع كله. انت قصدك خط الدفاع كله. خط الدفاع كله يا جماعه متبهدل. وانا احنا كنا اتكلمنا برضه في الموضوع ده قبل كده، قلت لك كارفاخال ما يطمنش، وانت قلت لي في الماتشات الكبيره بيبقى مهم جدا. وانا شايف ان هو كان من مفاتيح اللعب كويسه امبارح كان بيلعب جناح طبعا، وفينيسيوس جونيور كان اسمه ده رودريجو كان جريليش عمل فيه ايه؟ جريليش بس برضه في الاول وفي الاخر برضه ده باور. جريليش ده اصغر منه في السن. مانشستر سيتي كان لعبوا حده، لعبوا خلاص احنا جايين نكسب. مش الماتش اللي فات. ايوه بالظبط. الماتش اللي فات اما حصل فيهم كده خلاص بقى مش عايزين. لو كسبانين 10 في اول 10 دقايق هيفضلوا يلعبوا برضه عادي. واحنا كان في ناس بتحب الاستهتار. بس عشان تبقى فاهم، هو الماتشات اللي فاتت اللي هي السنه اللي فاتت كانت الموضوع معكوس. كان الاولاني في الاتحاد والثاني كان في البرنابيو لو تفتكر، فعشان كده فرقت جامد. انت دلوقتي لما كنت في البرنابيو عرفت تتعادل معاهم 1-1 وكان ليك الافضليه، كنت ممكن تكسب 3 كمان، بس انت اللي ضيعت. والله يا عم هي النتيجه اصلا معروفه من قبل اول ما كان عرفت ان ريال هيلاعب السيتي تمام، فهي النتيجه معروفه ان السيتي هو اللي هيكسب. لا بس تمام. ما هي بقى اللي يصبرك تمام، ان انت تفتكر اللي حصل السنه اللي فاتت فممكن يبقى عندك حبه امان. وبعد طبعا ما اللي حصل في اول ماتش على ارضنا لما تعادلنا 1-1، ده بقى بيقول لك خلاص هو الماتش بتاعهم تمام، واحنا هنروح هناك هيحصل فينا فضيحه. لولا كورتوا طبعا، ولولا اللي هو عمله تمام، احنا كنا هنشوف 6-7. وعلى فكره اداؤهم ميليتاو لعبوا كويس جدا وما كانوش مخلين هالاند يسقط برضه. هو روديجير فين بقى؟ ما روديجير ما نزلش، ده غلطه برضه مدرب. خلي بالك دي اول غلطه. انت دلوقتي مع روديجير حتى لو نزل مش عارف يغطي على الغلطات اللي كانت بتعملها دي. بس كان ممكن يحط ألابا. مفيش حاجه اسمها كده. بس كان ممكن يحط ألابا باك يمين مكان اسمه ده مكان كارفاخال، وينزل روديجير وميليتاو جنب بعض.
كان ساعتها كانت هتفرق جامد قوي. انت معاك واحد كوير وواحد بيمسك لعيب ما بيسيبوش. ما سابوش ماشي، بس مين اللي جاب الجونين؟ عندك اول جونين برناندو، ورونالدو ما هو عنده شويه ذكاء. ميليتاو بقى لعيب الكوره ده اللي هيعرف يقطع الكوره في الحته اللي انا بقول لك عليها. هو ما كانش عارف يعمل كده بسبب اداء. اول جونين اصلا تقريبا غلط، اول جون كان غلط كافامينجا. عشان دي حته هو برناردو سيلفا جاي من الحته بتاعته تمام. هو كافامينجا دخل في النص وساب ايه؟ وساب برناردو، دي حاجه هيطلع في الضيقه. ما هو برضه ده برضه عشان تبقى فاهم غلطه مدرب، لان انت مش منزل لي خط نص يدعم الخط خط الدفاع بتاعك. انت عندك كده غلطه مدرب. انت عندك كروس ما بيقدرش يرجع شبه طبعا الاول، ومودريتش طبعا ما بيرجعش خالص لان هو بيساند في الهجوم. فينيسيوس جونيور ورودريجو كنت بتلاقيهم بيرجعوا يسندوا مع الباكات، بس هم ما بيعرفوش يدافعوا. هي كده غلطه مدرب، دي احنا متفقين عليها. تمام. اولا ان هو ما كانش مريح اللعيبه اصلا كلها تعبانه بدنيا. كان عندهم كذا بطوله بيلعبوا في الدوري والكاس والسوبر. بس انت عندك خطوط نص كتير، يعني انت عندك مثلا لوكاس فاسكيز ممكن تنزله، وعندك برضه تشاوميني اللي نزلتهم بعد كده. دي غلطته بقى هو. فاهم انت؟ دي غلطته هو. يعني هو اولا تمام ما اعرفش ما نزلش روديجير تمام. وروديجير شفت كان عامل ازاي الماتش اللي فات؟ كان فاير بصراحه. فهو ده ما ينفعش يقعد. تمام. وخط النص هو تحس ان هو كده مش قادر ان هو يطلع بالكوره. عارف يعني ايه مودريتش مش قادر يطلع بالكوره؟ أيوة. مودريتش اللي هو اصلا لو انت لو 3-4 فرق حواليه كده هيعرف يوصلك بالكوره، هو مش قادر يطلع بالكوره. بس انت حسيت ان لعيبه الريال استسلمت؟ انا حسيت طبعا حسيت ايه؟ بص هو اللعيبه بيلعب في ماتش فاهم انت بيحس ايه؟ بيحس ان يعني لو الفرقه كلها فايقه ومش عارف ايه وكده اهو، بيحس مثلا ايه؟ برغبه الماتش فاهم انت؟ ودي مش اي حد يحس بيها. فاهم انت؟ لو انت نازل الماتش خلاص من اول 10 دقايق خلاص الماتش مش بتاعي، مهما عملت هو مش بتاعي. بس يعني لو انا بلعب معاك، انا لو باخد ودي معاك في اللعب وانت بتعمل هجمه وانا بعمل هجمه ومش عارف ايه وبتاع واللعب كويس، هبقى بنشط ان انا ايه؟ لا اتقدم انا الاول. اما هو عايز اقول لك على حاجه، ريال مدريد كانت وصلت بيهم ان ممكن تلاقي الاستحواذ وصل ل 20% 15%، انت فاهم؟ والباقي كله للسيتي. فان انت ما بتلعبش كوره خالص، مش عارف تجاريهم، مش عارف تعمل اي حاجه، ده بيهبط اللعيبه جامد. بالذات لو اللعيبه كمان فيها لعيبه كلها معظمها مثلا كانت لسه في انتقالات اللي هو الصيف اللي فات مثلا، ممكن بتلاقيهم ايه في انتقالات الشتاء الكلام دوت، لسه ما خدوش روح الريال ولسه ما خدوش التيشيرت. وما بالك بقى لما تلاقي مودريتش وتوني كروس وبنزيما الثلاثه مهبطين اصلا، مش ما تحسش ان هم عايزين يلعبوا الماتش ده تحس ان هو كده شبه ما بيقولوا لازم يتمحى من تاريخ الايه؟ من تاريخ ريال مدريد بجد. طبعا يا ابني ايه اصلا المنظومه كلها ما صدقت ان هو يعني ما خرجوش الفرقه شبه ريال مدريد. في غلطات كتير طبعا، ولكن يعني عندك مانشستر سيتي اصلا دي منظومه خلاص فتاكه. انا داخل اصلا انا عارف ان انا هكسب، عارف كل لاعب كل حاجه، واعرف ازاي مش خايف يلمس الكوره. بس خايفين. ما ايوه هم اصلا ما يعرفوش يغلطوا، عشان ايه؟ بيقولوا في غلطات ولا ما يعرفوش يغلطوا اصلا حتى يلمسوا الكوره. ولكن دي حاجه عيب يعني بالنسبه لريال مدريد، ومش اتمنى كده. بص غلطات بعد انشيلوتي تمام، استهتار من اللعيبه تمام، وان هو اصلا كان فشيخهم بدنيا، اللعيبه كانت تعمل كذا حاجه تمام. دي حاجه، والحاجه الثانيه بقى الاداره نفسها. ليه اداره الريال مدريد مش شبه اداره مانشستر سيتي؟ لا معلش هو ما صرفوش، لا من ناحيه الصرف انا ما بتكلمش على لا يا نهار ابيض، لا طبعا ما فيش الكلام ده خالص. انت يا ابني اسمه ده مانشستر سيتي حرفيا قالت لبيب جوارديولا انا ممكن اديك كل اللي انت عايزه بكل الامكانيات بكل اللعيبه، واجيب لك ان شاء الله. انت هالاند ده جايب كام؟ هالاند ده اللي بيقول لك جايب 60 مليون مش عارف ايه، دافعين تحت الترابيزه فوق ال 350 مليون عشان يجيب. ليه بقى احنا ما عملناش كده برضه؟ ليه يعني انت جايب خط نص عالمي كافامينجا وتشاوميني تمام، بس برضه الاثنين ايه فاهم لسه برضه تمام. اللي هو الجامد قوي بقى اللي هو بيلينجهام ده، وده لسه برضه الدنيا مش متاكدين تمام. الهجوم ليه عايزين حد دكه لبنزيما؟ مين دكه بنزيما؟ انت لغايه اخر بنزيما عنده 35 سنه، لغايه اخر ماتش في الدوري يا مصطفى، وانت عارف ان انت خلاص خسرت الدوري وهو اسمه ده برشلونه رايحه تتوج، انت بتلاعب بنزيما في التشكيله الاساسيه. هو انت بتصارع على ايه؟ سن كبير، هو غصب عنه مش هيقدر. وكل دي من غلطات المدير الفني برضه. المشكله برضه الاكبر في الاداره خلاص، دي بقى خلاص بقت معروفه. هم السنه الجايه بقى هيجيبوا باكين جداد، هيكون باكين جداد خالص. المفروض فاهم انت؟ احنا
كارفاغال ده ضايع لوحده، ده ولا هجوم ولا دفاع. يعني مثلا لو بيلعب 10 ماتشات تمام، 2 3 بس اللي بيبقوا حلوين بس. وده مش هينفع ده ريال وحش. مدريد، ده مش هينفع فرقه بتنافس على كل البطولات. طب يا جماعه لما هنيجي نتكلم عن اللعيبه اللي انتوا ممكن اللي هي تروح ريال مدريد وتأدي فيها وفعلا هتوزن الفرقه كده وتخليها اللي هي تصارع على دوري الابطال يعني اقوى. لعيبه جايه ولا لعيبه احنا شايفين ان الفرقه محتاجاها؟ الاثنين، بس الاكتر اللي انت شايف ان هو ايه، لا ده لازم يجي. انا عندك مانشستر سيتي برضه ده نرجع له تاني. عندك هو عنده ايه؟ عنده هالاند قدام، وعنده برضه الفاريز ده يعني لسه شاب جديد بس واخد كاس عالم ولسه متهور جديد. يعني عندك برضه الناحيه الثانيه ريال مدريد ما عندوش حد، دي مشكله. احنا عايزين حد كده ايه نفس امكانيه الفاريز. هو مش لاعب اساسي ولكن ايه يأدي اداء ولو ايه كريم بنزيما مش موجود. هو ليه بقى؟ يعني بص على الاقل هالاند فيه صحه، فاهم انت؟ لسه صغير فاحتمال كبير ان هو يلعب على طول، فاهم؟ انما بنزيما عنده 35 سنه، فهو يعني كويس قوي ان هو لو لعب مثلا اول 60 دقيقه ولا اول 70 دقيقه. هو لازم يجيب واحد كده زيه، ممكن او لوتارو كمان. عندك مثلا جيرو مثلا، بيقول لك لو ناس جديده لو حد فيهم، لو مارتينيز او اسمه ايه التاني اللي هو الفاريز، لو حد فيهم دخلوا كاس عالم، لو حد فيهم خد تشامبيونز ليج تمام، يبقى اول واحد. ما اعرفش واحد رقم كام في التاريخ، لا هيبقى رقم حاجه في التاريخ اللي هو اخذ كاس عالم وتشامبيونز ليج في نفس السنه. احنا عارفين مين احسن اكتر حد ان شاء الله هنعمل بالون دور عشان يستحقها الصراحه. اللعيبه اللي انت شايفهم اللي هم هيفيدوا ريال مدريد جدا وهيوزنوهم وهيخلوا الشامبيونز ليج اللي جاي ممكن يكون مش بالصعوبه بتاعت الشامبيونز ليج السنه دي. انت شايف ان في الدفاع يعني مثلا عبده كلمنا في الهجوم، انت مثلا الدفاع احنا قلنا الدفاع ان هو لسه في ناس كتير قوي. هو الفرقه دي تمام ما ينفعش خالص ان انت تكمل بيها كده، لازم تجيب فرقه تمام، والفرقه دي ايه مش اقل من 3 4 لعيبه واساسيين تمام، ولو تعرف تجيب دكه كويس برضه تمام، عشان لما خدت الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت دي كانت طفره كده اهوت تمام، ومش حظ طبعا، هم عملوا اللي عليهم تمام، ومش حظ تمام، عشان ايه هم عملوا اللي عليهم وخلاص وانتهى ومش هيتكرر تاني تمام. فاحنا محتاجين ايه؟ محتاجين دفاع رقم واحد دفاع تمام. انت عندك كذا لعيبه تتمنى ان هي تلعب في الريال تمام، وايه وهم هيبقوا فاضيين يعني الموسم الجاي تمام، شبه ديفيز شبه كانسيلو. الاثنين دول احنا محتاجينهم جدا. ليه؟ عشان هم جامدين واحنا محتاجين باكات اصلا تمام. احنا ما عندناش اصلا باكات، مش ما عندناش دكه، ما عندناش باكات اصلا للدكه تمام. دي حاجه. والحاجه الثانيه قلب الدفاع برضه احنا عايزين واحد جامد تمام، يفضل فايق ويفضل يلعب الماتشات كلها، يبقى عنده خبره. انا بالنسبه لي في خط الدفاع ممكن كسنتر باك ممكن عندك 2 مهمين جدا جدا جدا، ولازم واحد فيهم هيروح يا اما الريال يا اما برشلونه لان هو مؤدي مواسم جامده جدا. فارديول بتاع كرواتيا، المدافع بتاع كرواتيا اللي ميسي جابه كده مدافع كويس قوي والله العظيم، وبجد اتظلم جامد قوي 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 طبعا باللي هو لعب قدام ميسي في الوقت انت ميسي كان اون فاير، والحركه اللي عملها له ديت فكان الموضوع صعب بالنسبه له جدا ان هو ينتقل لفرقه اعلى. لكن هو في لايبزيج هو عامل شغل جامد جدا، مقدم معاهم الموسم كويس قوي، بيرخموا على بايرن ميونخ، بيرخموا على بايرن ليفركوزن، فعاملين احتكاكات كويسه، وفارديول لعيب كويس جدا. عندك توموري الدوري الايطالي اخد معاهم اخد مع الميلان الدوري، بيلعب كويس قوي. من احسن الدفاع اللي موجود في في ايطاليا دلوقتي، عامل كمان دويتو كده حلو قوي مع تيو هرنانديز. الموضوع كويس. فكره ان احنا نجيب كذا لعيب دي في موسم واحد دي صعبه جدا. ما هو انت هو اللي احنا محتاجينه بقى الباكات، اهم حاجه الباكات. ما هو احنا لما هنيجي نتكلم انت دلوقتي كانسيلو ممكن تجيبه ب 40 50 مليون تمام، وهنيجي نتكلم في ديفيس برضه هو كده وكده هيبقى تقريبا مجاني صح؟ فممكن يخش له في 40 50 مليون كمان. ما اعرفش كانسيلو هيبقى مجاني برضه يعني. هو في نقطه كده بس تقريبا، وفي نقطه بس عليها ان ريال مدريد ان كاس الشامبيونز ليج بتاع السنه اللي فاتت مش بالحظ، هي مش بالحظ او كل حاجه، بس انت عندك شخصيه البطل دي انك انت مش موجوده بقى امبارح، مش موجوده خالص. ايوه برضه نفس اللعيبه اللي انت عرفت بيها السنه اللي فاتت برضه. فانت خلاص. ما احنا بقى بنتكلم في النقطه دي ان اللعيبه اللي عندهم فعلا شخصيه البطل هم كانوا مهمدين امبارح، اللي هم توني كروس ومودريتش وكريم بنزيما. توني كروس ده الوحيد اللي عشان هو كان هو في المباراه امبارح. توني كروس ده اقسم بالله احسن اثنين. العارضه بقى اللي بتاعت توني كروس هل كانت هتفرق في الماتش؟ طبعا كانت هتفرق الجول؟ طبعا كان هيتقلب طبعا. بص يا عبيد، بص احنا كده اهوت، احنا لازم اي فرقه بتلعبنا تمام، واسمه ايه ده قالها انشيلوتي قال احنا في اول الماتش هنستقبل هدف تمام، بس بعد كده هنجيب جول وهنبدا بقى نفوق. هو الجول بقى للاسف هو ما جاش، هو يعني هو الحظ برده ما كانش معانا، احنا ما كناش فايقين، هو كنا وحشين وكان في غلطات كتير، بس برده الحظ ما كانش معانا تمام. يعني فرقه انت تروح بقى هجمه
تشوط توني كروز يشوطها من بره ال 18 وتجيبها كده، هو انت عارف توني كروز اصلا الحاجات دي بتاعته. لا هي جت بقى في العرض تيجي تروح هجمه تيجي جون الناحيه الثانيه، فاهم؟ فدي كده خلاص الماتش خلص. لو دي كانت جت كانت هتفرق جامد جدا. بس سيبكم كل ده، ايه رايكم في ووكر؟ هو قدام فينيسيوس. لا ووكر رهيب يا جدعان. ووكر دوت رهيب. حاجه زي ما عارف اول فيديو قلت لك ايه؟ قلت لك واحد بدني، اثنين عنده 32 سنه عنده خبره، ثلاثه سريع، رابعا تحس ان هو فاهم انت عارف انت هتعمل ايه معاه. لا انت شفت الكوره اللي فينيسيوس جونيور اخدها كده شبه ما اخدها، فاكر انت في السنه اللي فاتت كان في عداه ما بين رجله واخد بعضه وطلع يجري، لسه هيطلع يجري، التاني لف 180 درجه وكان مسابقه واخد منه الكوره وبدا يبني هجمه. وبعدين يا جماعه في حاجه لو هنيجي نتكلم تكتيكيا في بيب جوارديولا اخد اللعيبه دي بيشربهم كوره. انت بتباصي من غير ما تبص اصلا، انت انا مثلا ايه، مصطفى جنبي انا بجري، انا عارف ان انا هباصي لمصطفى وهو جنبي، انا مش باصص عليه، مش باصص له خالص، ماليش علاقه بيه، انا بعمل اللي عليا اللي هو اللي انا هباصي هنا واخد بعضي اجري الف كده اهوت من ورا المدافعين، وبعدين ارجع شويه عشان الاوفسايد يروح مصطفى مداني اوفرلاب، يا اما يداني على الارض اقصر واروح مدخل جون. برناردو سيلفا الجون الاولاني سهله، فاهم؟ الكوره تحس ان في رجليهم سهله، لكن هي تكتيكيا على الارض هي صعبه جدا. هو كان في فرق تكتيك عن ريال مدريد فعلا. لا المدرب انا ما اعرفش هو عمل كده ليه الصراحه. الجزء الكبير يعني هو في دوري الابطال طول عمره متالق، ما اعرفش هو عمل كده ليه. لو في الدوري كنت قلت ماشي، هو كده في الدوري ضايع اصلا، تمام؟ فاكر يعني كده في الشامبيونز ليج اللي هو اصلا الحاجه دي بتاعته، فدي حاجه غريبه جدا. لا ولاعيبه في الماتش الاولاني كانت بتأدي وكانت بتفهمك ان انت ممكن ترجع في الماتش الثاني وممكن ان انت تعمل حاجه والكلام ده كله، بعدين بتلاقي في الماتش الثاني مفيش، تحس ان هم ناسوا الكوره. كافامينجا ايه ده يا جماعه؟ برناردو سيلفا بيعمل واحد اتنين بتلاقي الولد ما بقاش موجود على الارض خالص، وبيعدي وبيخش وبيدخل جوان. لا هو بصراحه ريال مدريد هو تحس ان هو بصراحه اتظلم في ان هو يلعب قدام السيتي بالمستوى اللي هو فيه ده دلوقتي. السيتي دلوقتي مرعبه. ده اكيد الغلط، بس هي الغلطه ان انت ما دعمتش فريقك، ما اعتمدت برضه على نفس الاوراق. والمشكله ان انت معاك ملايين في اصلا الشامبيونز ليج انت خدت فيه كام مليون، وانت اصلا معاك فلوس كتير جدا. ريال مدريد طبعا يعني مش هو برشلونه مثلا على نقول الدنيا بايظه معاك، لا معاك فلوس كتيره جدا، تمام؟ واي فرق اي لعيب في الدنيا يتمنى يلعب ريال مدريد. فانت ليه ما تشتريش ما تدعمش الفرقه؟ اي لعيب بتيجي ريال مدريد مش هقول لك تنادي عليه، يحصل بس اشاعات ان هو هيجي تلاقيه يا اما على الانستجرام يا اما هو بيتكلم انا بحب ريال مدريد جدا وعندي الفكر المتفتح ان انا اروح العب في ريال مدريد ومش عارف ايه وبتاع. فرقه كبيره وفرقه ليها تاريخ واكبر تاريخ طبعا على مستوى الكوره وفرقه جامده جدا. بس في سؤالين انا كنت عايز اسالهم، سؤالين مهمين جدا. اول سؤال، انت دلوقتي لو انا كاداره وفرت لك الفلوس ووفرت لك السكواد، انشيلوتي كان هيقدر فعلا ان هو يعمل حاجه ولا هو فقير تكتيكيا وكده ما كانش هيقدر يعمل حاجه؟ لا انشيلوتي بص، انشيلوتي دوت تمام جامد جدا، تمام؟ وانت اصلا يعني شفت انشيلوتي ده بيجي تمام بيطلع الحلو في اللعيب. يعني ايه؟ يعني بيعمل فينيسيوس كان عامل ازاي؟ لا ما كانش باين خالص، مش لاعب كان وشه على قد كده اهوت، وكل اللي بيعمله اللي هو ايه، بيجري تمام ويضيع بس. لعيب ما عندوش اي خبره، ما عندوش اي مفهوم، ما عندوش بدني ب 2 جنيه، ما عندوش اي حاجه، كل اللي عنده بس اللي هو بيعرف يمرس بس كده. جا انشيلوتي عمل فيه ايه؟ خلاه احسن وينج في العالم، تمام؟ وكذلك رودريجو، تمام؟ فهو ايه، بيجي بيعمل اللي عليه الا وهو اللي هو يطلع الحلو في اللعيب بس كده. ان هو تكتيكيا فهو جامد برضه واللي يدل على كده اللي هو عمله في الشامبيونز ليج اللي فات، تمام؟ بس كفايه عليه كده، انا شايف ان هو كفايه عليه كده، بس برضه مش ان هو وحش، لا طبعا هو انا شايف ان هو من احسن المدربين اللي جت في الريال وانا بحبه جدا عشان هو عمل طفره، تمام؟ مستحيل ان هي تتكرر تاني وصعب جدا ان هي تتكرر تاني. طب بس السؤال الثاني بقى عبدو، دلوقتي ايه الفرقه اللي ممكن تلاقيها تقف قدام السيتي دلوقتي؟ السيتي مفيش. فرنسا. ايوه عاوز بلعب بلاي ستيشن. لا بجد مفيش حرفيا مفيش فرقه ولا السكواد الثاني بتاع السيتي دوت. ده نسخه بايرن 2020 بس. لا تقارن حرفيا. بتدخل خلاص انا هبدا اللي قدامي، حتى لو في الماتش الاولاني جوارديولا اصلا كان عايز يتعادل، انا قدام برنابيو تعالى في ملعبي بقى، انا بقى هوريك اللعب على سوري بسيبه. مفيش فرقه هتعرف تصد مع السيتي على ارضها، اي فرقه تيجي مربع اسطنبول كده فهي هتشيل الا وهي فرنسا.
فرنسا ممكن نتفرج على الماتش، ممكن نتفرج على الماتش عادي. تمام، لو ماتش ودي وبتاع وبطوله خيريه كده، ده مش غير كده مفيش. ولا فرنسا ولا تحت الكلام ده بقى هيبقى فيديوهات الجيمنج بقى ان شاء الله ربنا يسهل. وفي النهايه بقى عايزين نتوقعوا مين اللي هياخد البطوله، السيتي ولا الانتر؟ طب احنا لو هنتكلم عن الانتر، فالانتر قدامها في حلول هجوميه وفي حلول دفاعيه كويسه، وعندها خط نص، عندها باريلا ده من احسن خطوط النص اللي موجوده في ايطاليا برضه دلوقتي، وعندك برضه لوكاكو، وعندك لوتارو مارتينيز، وعندك يعني عندك فرقه ممكن ان هي تبقى كويسه قدام اي فرقه ثانيه. كنا ممكن نلاقي فرقه قدام ريال مدريد. حاسسك بتجاوب اجابه دبلوماسيه. لا مش دبلوماسيه، انا بس عايز اقول كذا هتكسب كذا تمام، ما انت والنتيجه كذا. اسمع هي فرقه كويسه وكل حاجه، بس هتشيل 5 اتوقع شبه كده. بس هتشيل 5 6. بص هو الاحتمالات الاكبر طبعا للسيتي، وبعد كده ما ينفعش انها تخسر. هي عادي، ما انت عندك برضه السيتي يعني كانت قبل اللي فات تقريبا 2021 هي كانت طفره وكل حاجه، بس برضه خسرت من تشيلسي في النهائي. فدي حاجه ما اتوقعش انها تخسر، بس برضه كل الاحتمالات ليها انها تفوز بدوري الابطال. وانا بقول برضه السيتي زي اللي حصل في 2021. بص اصل انت ادام وصلت للنهائي فما فيش حاجه غير ان انت تكسب. ده برضه نفس الفرقه اللي قدامك برضه. ليه بقى؟ بص الفرقه كلها اقل واحد فيهم ما عندوش الشامبيونز ليج، ما يعرفش ايه الشامبيونز ليج اصلا، تمام؟ فهم هيبقوا خايفين. الانتر اخذت الشامبيونز ليج قبل كده، تمام؟ وعندها لعيبه كبار جدا، عندها لعيب اصلا عنده 38 سنه، تقريبا اكبر لاعب والله بجد، اكبر ما اعرفش هو معروف بس ما اعرفش اسمه، تمام؟ اكبر لعيب في تاريخ الشامبيونز ليج يلعب في الدوري في البطوله، تمام؟ فهي عندها لعيبه عندهم خبرات، بس برضه زي ما قلنا السيتي هتكسب. ونانا بيهبل يعني، ونانا ساعات بيهبل عندهم خبرات بس في امكانيات، هيكون في امكانيات هتصد قدام السيتي. ايوه السيتي بقى عندها خبرات خبراتك على جوارديولا انت حلو وحش. لا انا قلت السيتي اهو، السيتي يعني تمام، يعني احنا 3 السيتي السيتي خلاص، احنا 3 السيتي مش قال الريال تمام. بس هو ايه زي ما قلنا والله بقى الماتش النهائي دوت، تمام؟ يعني بص احنا لو كنا وصلنا النهائي بالكات اللي معانا كنا هناخد النهائي. ليه؟ كده في مدوشه كده هو انت الخوف بيسيطر عليك، بيخليك مش عارف تعمل حاجه، فاهمني؟ يعني لا والخوف من الفرقه اللي قدام، انت الفرقه اللي قدامك ديت يا معلم وصل، لو يعني من كل 6 نهائيات وصلتهم مثلا اخذت منهم 4. انت متخيل؟ ايوه يعني فرقه يعني فرقه 3 مرات في حياتها وصلت تقريبا، يعني مثلا يعني حسابها احنا معانا 14 تمام وخسرنا 3، يبقى كده معانا كام؟ وصلنا 17. وصلنا 17 نهائي، خسرنا منهم 3 وخدنا 14. فانت نص نهائي، فرقه عارفه يعني ايه تكسب نهائي، فرقه يعني عارفه يعني انا ما دام وصلت للماتش ده انا مش هخسره. هو الماتش دوت زي ما قلنا ايه، ده بقى هتلاقي مودريتش وتوني كروز ظهروا فعلا وبنزيما، بس خلاص بقى ربنا يرحمه. شكرا.